النموذج الذي ترجمته المقاومة لوحدة الموقف الفلسطيني أيقونة لكل القوى والفصائل ليدركوا تماما أن الخيار الذي يلتقي عليه شعبنا إنما هو خيار المقاومة، وأن ما يجتمع عليه شعبنا هي الحقوق والثوابت، وفلسطين كل فلسطين، وفي القلب منها القدس بغربيها وشرقيها. بيحكوا الرمال صوتهم صوت أهل الرمال مش عارف. بالروح بالدم نفديك يا أقصى. ومن أهم تجليات هذه المعركة وحدة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده. هناك في القدس حيث المرابطين والمرابطات، وفي الضفة الغربية الذين كسروا الحواجز والحدود والموانع، وفي 48 الذين ظهروا في وجه المحتل حيث الرملة واللد وحيفا ويافا وعكا وكل مدن أهلنا في 48 يلتحمون مع غزة التي تقود معركة مسلحة في مواجهة العدو الصهيوني بفضل ربنا سبحانه وتعالى، لتقول بأن النموذج الذي صنعته المقاومة لوحدة الموقف في إدارة المشهد العسكري، والنموذج الذي ترجمته المقاومة لوحدة شعبنا في ثورته الملتهبة يجب أن تكون نموذجا وأيقونة وطنية يقتدى به من خلال وحدة الموقف الوطني والسياسي. ولأن هذه المعركة حملت اسم سيف القدس بمسيرة أعلامهم المزعومة 70 العدو. إن معركة سيف القدس صنعت تجليات عظيمة كان من أهمها أنها أكدت للقاضي والداني أن تراكم القوة وأن ميادين الإعداد على مدار السنوات الطويلة في الليل وفي النهار، في البر وفي البحر، فوق الأرض وتحت الأرض وفي السماء، لم يكن للدفاع عن غزة لوحدها، ولم يكن للدفاع عن حدود وجغرافية غزة، بل إن المقاومة اليوم هي ملك للشعب الفلسطيني. المقاومة اليوم هي درع للقدس وسيفا في يد الشعب وحصنا لقضيتنا الفلسطينية. فليتفضل تحفه رعاية الرحمن.